تداول ناشطون يمنيون ورقة مكتوبة بخط اليد قالوا إنها آخر وصية كتبها الرئيس السابق علي عبد الله صالح قبل مقتله بيوم واحد على أيدي ميليشيات الحوثي الانقلابية ومذلة بتوقيعه. ونشر هذه الوصية الشيخ طارق العواضي شقيق ياسر العواضي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام والمقرب من الرئيس السابق، حيث أكد أنه تلقاها من أحد أقارب صالح دون أن يفصح عن اسمه. ويعود تاريخ الورقة المكتوبة بخط اليد إلى 3 ديسمبر الجاري، أي قبل يوم واحد فقط من مقتل الرئيس السابق. وتتضمن وصية الرئيس السابق التي لم يتسنى التحقق من صحتها من مصادر من عائلة صالح نظرا التعذر التواصل بهم بسبب التطورات الأخيرة، حث الشعب اليمني على الاستمرار في قتال ميليشيات الحوثي وعدم الاستسلام لهم. وجاء في نص الوصية كما تم تداولها: إن وجدتم هذه الورقة فاعلموا أن الوطن غال ولا يمكن لنا أن نتهاون فيه. وصيتي لأولادي وشعبي ألا يستسلموا لهؤلاء الميليشيات الإجرامية الحوثيين، ولا تسلموا لهم اليمن الجمهورية وجعلوكم كابوس يدق نومهم. وفي هذه اللحظات لا أرى نفسي إلا بين الكثير من الخونة الذين باعوا اليمن بثمن بخس. تحياتي إليكم أيها الشعب اليمني العظيم، نلتقي في الفردوس الأعلى. وقد نشر سامي الغباري الصحفي اليمني المقرب من الرئيس اليمني الراحل صورة الوصية على حسابة تويتر. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.